بزعل جدا لما الاقي حد بيجري 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 في الحياة، بس للأسف هو مش عارف هو رايح فين، بيفضل يجري. المشكلة ان احنا ممكن نوصل لسن 60 50 سنة ونلاقي نفسنا جرينا جدا، لكن في الآخر انا مش عارف انا رايح فين. انا كنت بجري، واثناء الرحلة للأسف نسيت نفسي. احيانا سرعة الحياة والرتم اللي احنا عايشين فيه بيخلينا نعمل كده. ممكن افضل اكسب فلوس، اكسب 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 اكسب، واوصل لسن معين الاقي نفسي بحكي قصص من غير اصول. قاعد اقول تعرف انا كنت هستثمر في كده، انا كنت هشتري البيت الفلاني، انا على فكرة الارض دي اتعرضت عليا بكده. قصص، لكن تيجي للحقائق مفيش اي حقيقة. ايه الغلط اللي ارتكبناه هنا؟ ان احنا نسينا نحاسب نفسنا واحنا ماشيين. نمونا في الحياة بيتوقف بشكل كبير على حسابنا لنفسنا في كل فترة من المراحل اللي احنا فيها. انا محتاج وخاصة ماليا كل فترة اقعد مع نفسي، اقعد مع كوتش، اسأل نفسي هل انا فعلا وصلت للاهداف المالية اللي انا محتاجها ولا لا؟ محتاج اراجع ده بشكل دوري عشان ما يحصلش معانا زي اللي بيحصل مع ناس كتير، يفضل يجري 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 وفي الاخر يلاقي نفسه انه ما وصلش لحاجة. ننتظركم في برنامجنا برنامج الرشد المالي على منصة رشيد.